اقسم بالله كرهت الكوره، والله العظيم كرهت الكوره وكرهت الفرجه وكرهت اتفرج على ماتشات في الدوري المصري بسبب التحكيم المقرف ده. منظر حكم يحكم ماتش للزمالك، ده منظر حكم اصلا يحكم دوري ممتاز كده. انت اللي خلاك تحكم دوري مصري ولا عملك حكم اصلا؟ والله ظلمك يا جدعان، والله العظيم قرفنا، اقسم بالله قرفنا. دي مش كوره، ده قرف. والله ما هطلع اجيب لوم ولا على لعيبه ولا على مدرب ولا حاجه. حكم مش عارف يمشي اصلا ماتش، حاسب ضربة جزاء والله العظيم ما فيها اي ريحة ضربة الجزاء. كرة ناصر ماهر لينا ضربة جزاء، المدافع داخل في رجل ناصر ماهر يا جدعان، ضربة جزاء واضحة. فاولات بتتحسب ملهاش اي 30 لازمة في نص الملعب، فاولات لينا في نص الملعب ما بيحسبهاش اصلا. وطالب بقى ان انت في وسط الظروف وفي وسط الديون وفي وسط الازمات ان انت كمان تستحمل التحكيم ده. مين يستحمل الكلام ده يعني يا جدعان؟ لا حرام والله، لا بجد حرام والله العظيم. احنا كجمهور مش قادرين نستحمل الكلام دوت. حتى الكوره معندة، حتى الكوره مش عايزه تدخل جون. كوره خوان الفينا الكوره جت في العارضه، يا شيخه خشي ما تدخلي، ما هي بتدخل مع اي حد، اشمعنى احنا؟ كوره عمرو ناصر الغريبه يا اخي، ده انت بينك وبين ده انت بينك وبين الجون خطوه محتاج بس توجه الكوره صح. ده انت مش محتاج اصلا توجه الكوره، انت محتاج تلمسها بس وخلاص دخل الجون. تفنشها بالطريقه ديت يا جدع، حرام عليك يا جدع. طالب مجلس اداره الزمالك شكوى اقسم بالله على حكم الماتش، والله العظيم حكم فاشل وهو اللي بوظ الماتش وضيع مننا ال3 نقط. لازم يكون عندكم وقفه للتهريج اللي حصل في الماتش دوت. واللي يقول بقى نظريه مؤامره، اللي يقول لك ده انتوا بتصيحوا على التحكيم، يا عم انا بصيح على التحكيم، يا عم انا صيوحه هاخد حقي برضو، مع اني عارف ان الشكوى ولا هتعمل اي حاجه ومش هيحصل حاجه وهيتوقف له ماتشين وخلصت لحد كده. مش هقول غير حسبي الله ونعم الوكيل في القرف اللي الواحد بيتفرج عليه ده.